صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي انتوا بتشوفونا فيه. المهم ان ربنا يجعل ايامكم كلها خير. تخيل ان مجرد لعبة عادية ممكن تخليك تشوف حاجات غريبة في بيتك. ناس كتير جدا جربت تلعبها وبدأت تشوف خيالات واطياف ماشية في البيت، ده غير اصوات الضحك بتاعت الاطفال اللي كانوا بيسمعوا عندهم في الشقة، مع ان البيت مفهوش اطفال اساسا، وساعات بيكونوا لوحدهم كمان. تابعونا. هو فعلا في ألعاب ليها تأثير قوي لدرجة إن أنت ممكن تقدر تستدعي بيها كائنات شريرة أو إنها تكون بوابة للعالم الآخر. بس خلي بالك، أنت لما بتلعب اللعبة دي أنت بتكون قاصد إن أنت تستدعي الأرواح دي، يعني أنت اللي بتنادي عليهم أساسا. فهل لو أنت بإرادتك عايز تستدعيهم أو تنادي عليهم، هل ممكن ده يحصل فعلا؟ لعبة تشارلي أو زي ما بيسموها لعبة الألم، اللي من خلالها بيتم استدعاء أرواح، أو زي ما بيقولوا الأرواح بتكون موجودة وقت اللعب وانت بتبتدي تطرح عليها أسئلة وهي بتجاوبك. الموضوع شبيه تماما للعبة الويجا، ولكن الموضوع هنا بيختلف. لعبة الويجا بتبقى على لوح، أما لعبة تشارلي بتكون على ورقة متقسمة ل4 مربعات وفيها قلمين رصاص، والأربع مربعات دول مربعين منهم مكتوب عليهم يس ومربعين مكتوب عليهم نو، والقلمين محطوطين على بعض زي علامة زائد. اللعبة ليها شوية أساسيات وقوانين بسيطة بس ملهاش أجواء معينة زي لعبة الويجا. لكن علشان تبدأ اللعبة دي في جملة شهيرة لازم تقولها، وهي تشارلي تشارلي يو ار هير، واللي معناها تشارلي هو انت هنا. وبتعدي ثواني بسيطة ومفيش أي حاجة بتحصل، لدرجة إن أنت ممكن تفكر إن الموضوع ده كله عبارة عن خزعبلات، ولكن شوية وتتفاجئ إن القلم بيتحرك ناحية كلمة يس. بس خد بالك، في قاعدة مهمة جدا أو حاجة لازم تخلي بالك منها لو أنت بدأت في اللعبة، هي إنك ما ينفعش تسيبها كده وتقوم. يعني ما ينفعش أول ما تبدأ اللعبة تقول أنا خلاص أنا كده مش هكمل وتقوم. في حاجة مهمة جدا لازم أنت تعملها عشان ما تعرضش حياتك للخطر. علشان تقدر تبطل اللعب بأمان وما تعرضش حياتك للخطر، لازم زي ما استدعيت تشارلي لازم تودعه، او بمعنى اصح لازم تعرفوا ان انت هتبطل لعب. لازم اللاعب يقول كلمة معروفة وهي تشارلي تشارلي كان وي ستوب، ومعناها تشارلي ممكن نوقف لعب. وهنا لو القلم اتحرك عند كلمة يس انت كده ممكن تقوم بأمان، لو القلم ما اتحركش او راح عند كلمة نو انت مضطر تكمل. طب يا ترى مين هو تشارلي ده اللي انت بتستدعيه واللي انت بتستأذنه عشان انت تبطل لعب؟ ولحد دلوقتي مفيش حد يعرف مين هو او مين هي شخصية تشارلي دي، ولكن في قصص كتيرة جدا واقاويل كتيرة جدا عن شخصية تشارلي، واشهرهم ان تشارلي ده كان راجل عادي جدا ولكن كان مكروه بالناس كتيرة حواليه. ناس كتيرة جدا كانت بتعامله وحش، وفي ناس كتيرة جدا كانت بتأذيه، وكان عنده عين سودا والعين التانية حمرا. في يوم من الايام تشارلي ده مات في ظروف غامضة، ومن وقتها اي حد بيحب يخش العالم الاخر او يستدعي كائنات شيطانية تشارلي كان بينتقم منه. ومن ساعتها طلعت اللعبة دي، واللعبة دي اول ما طلعت كانت منتشرة في المكسيك بس، ولكن بعدها بفترة قليلة جدا انتشرت في اماكن كتير حوالين العالم كله. واكتر فئة كانت بتمارس اللعبة دي وبتلعبها هم الطلاب، وكانوا بيلعبوها في المدارس. وناس تانية كبيرة في السن بتقول ان تشارلي ده اساسا كان مدرس، وبسبب ان مخليه الناس كلها تكرهه وتعامله وحش ان هو كان بيعتدي على الاطفال اللي سنهم صغير وكان بيأذيهم. وده اللي خلى اهالي الاطفال دول يتجمعوا ويحاولوا يتخلصوا منه، وبالفعل عملوا كده وانهوا على حياته. ومن ساعتها هو بينتقم من الاطفال اللي سنهم صغير لان هم السبب في موته. انت تعرف ان من كتر اللعبة دي ما انتشرت، وفي اطفال كتيرة جدا كانوا بيلعبوها في المدارس، وفي اطفال بعد ما كانوا بيلعبوها حصلت معاهم حاجات غريبة. جم شوية من رجال الدين في امريكا الجنوبية وحذروا منها، وقالوا ان تشارلي ده مش مجرد بني ادم، دي شخصية شيطانية. وقالوا الاطفال ان هم ما ينفعش يلعبوا اللعبة دي لان هي خطر على حياتهم، والكيان ده بيخدع الاطفال عشان يخليهم يلعبوا اللعبة دي لأطول وقت ممكن ويقدر ان هو يقرب منهم. وفي اقاويل تانية بتقول ان هو بيبقى حابب ان هو يسكن جسدهم. وفعلا في حاجات غريبة بدأت تحصل لأطفال كتير بسبب اللعبة دي. طلعت تحذيرات شديدة جدا بتقول ان لعبة تشارلي دي عبارة عن غواءات شيطانية وما ينفعش اي طفل يلعبها.
وطبعا من كتر التحذيرات اللي كانت بتطلع بسبب اللعبة دي، في ناس كتير الفضول كان بيقتلها ان هي تجرب اللعبة وتشوف فعلا القلم بيتحرك لوحده. والناس دي لما تيجي تسأل اسئلة هل فعلا هيجاوب بيس او نو، ولا كل الكلام ده ملوش اي لازمة. وللأسف نسبة كبيرة جدا من الناس اللي جربوا يلعبوا اللعبة دي بيقولوا ان فعلا اللعبة دي حقيقية، وانهم كمان بعد ما خلصوا لعب بقى يحصل لهم حاجات غريبة جدا. وفي من ناس منهم كتير وهي بتلعب اللعبة دي كانوا بيصوروا اللعبة وهم بيلعبوها فيديو، وبالفعل القلم كان بيتحرك لوحده من غير ما اي حد يلمسه. وشرط اساسي من شروط اللعبة ان ما ينفعش اي حد يلمس القلم، على عكس لعبة ويجا انت اللي بتحط ايدك على المؤشر وهو اللي بيحرك. ولو انت دخلت دلوقتي على اليوتيوب او دخلت تبحث على الفيديوهات اللي انتشرت بسبب لعبة تشارلي، هتلاقي مئات من الفيديوهات اللي بتثبت لك ان القلم كان بيتحرك لوحده. والناس اللي كانت بتصور الفيديوهات دي اشتكوا ان في حاجات بقت تحصل لهم، حاجات غريبة جدا. وفي بنت بتحكي وبتقول ان هي جات لها فكرة ان هي تلعب لعبة تشارلي من كتر ما هي بتسمع عنها، وقررت تلعبها هي واختها. وبالفعل جه بالليل وجابت الورقة وجابت القلمين الرصاص وكتبت على 2 يس و2 نو، وبدأت تلعب اللعبة. وأول ما قالت الجملة الشهيرة تشارلي تشارلي ار يو هير، تتفاجئ ان القلم بيجي لوحده عند كلمة يس. ومش بس كده، ده الباب بتاع الأوضة اتفتح لوحده. ومن كتر الخوف والفزع سابوا اللعبة بسرعة وجروا على مامتهم وهم بينادوا عليها وبيصرخوا. ولو تفتكر زي ما قلتلك ان من قوانين اللعبة ان انت ما ينفعش تسيبها مفتوحة. ويعدي شوية وقت وخلاص البنات دول ابتدوا يهدوا. وفي اليوم ده تحديدا والساعة 3 الفجر، البنت كانت قاعدة في أوضتها والنور مطفي وماسكة الموبايل بتاعها وبتقلب فيه، وتترعب لما تشوف راجل رفيع وبيضحك لها ضحكة مرعبة لدرجة ان الضحكة وصلت لغاية ودان. وفي ساعتها البنت بتجري وهي مفزوعة وبتصرخ وبتنادي على مامتها من كتر الرعب. ومن ساعتها بطلت تجرب اي حاجة مش مضمونة. في شاب تاني بيحكي ويقول ان هو قرر يلعب اللعبة دي مع 2 من اصحابه من كتر ما هم بيسمعوا عنها، وسمع كمان ان في ناس حصلت لها حاجات غريبة. وبالفعل اليوم ده كان لوحده في البيت واهله كانوا مسافرين، فجاب 2 اصحابه وبدأوا يلعبوا. وبعد ما قضوا سهرتهم وخلصوا لعب، كل واحد من اصحابه روح بيته وهو كان قاعد في الشقة لوحده. ويعدي شوية وقت ويسمع صوت طفل صغير بيضحك. ساعتها كان مكدب ودانه، وشوية والصوت يتكرر تاني بطريقة أعلى وواضح جدا، مع انه هو قاعد لوحده في الشقة ومفيش أي مخلوق معاه. قام بسرعة من كتر الرعب نور كل الأنوار بتاعة البيت، وفضل قاعد على الكنبة ما اتحركش. ويعدي شوية دقايق ويسمع صوت طفل بيبكي، وبيقول إن أنا كنت سامع الصوت بوضوح، بس بيقول أنا ما كنتش قادر أحدد الصوت ده جاي منين، بس اللي أقدر أكده إن الصوت معايا في البيت. ومن كتر الفزع اللي كان فيه فضل قاعد على الكنبة ما اتحركش لغاية ما النهار طلع. أول ما النهار طلع لما حاجته وسافر لأهله، ولما حكى لهم كل الحاجات دي محدش من أهله كان مصدق، وكانوا بيقولوا إن الحاجات دي خرافات، مفيش حاجة كده أساسا. طبعا في ناس كتيرة جدا معارضة فكرة إن لعبة تخليك تتواصل مع العالم الآخر، أو إنها تكون بوابة للكيانات الشيطانية. لو أنت بإرادتك بتلعبها عشان تستدعي الكيانات دي، أو أنت بتلعبها علشان الأرواح دي تحضر في ساعات، فلما يحصل لك أي مكروه لا قدر الله ما تلومش إلا نفسك، لأنك أنت أساسا اللي بتناديهم. حتى لو أنت مش مقتنع أساسا إن لعبة زي كده ممكن تستدعي الكيانات دي، ليه أساسا تجربها وليه تخلي الفضول يخليك تعمل حاجة زي كده؟ المفروض إن هي لو حقيقية تبقى حرام أساسا. في ناس كتيرة جدا أكدت إن تحريك القلم دي عملية فيزيائية، يعني مفيش أرواح ولا حاجة بتحرك القلم. وبيقولوا إن أنت لما بتحط القلمين على بعض لازم بعد كام ثانية القلم اللي فوق لازم يتحرك، إلا لو أنت حاطط القلمين على سطح أو حاجة متساوية بنسبة 100% والسطح ده مفهوش أي ميول. وبيقولوا برضو لو حاطط القلم على سطح مستوي، أي شوية هواء أو حتى نفسك قادرين إن هم يحركوا القلم. وفسروا ان الخيالات اللي انت بتشوفها او الاصوات اللي انت بتسمعها ان عقلك الباطن هو اللي بيفسر لك ان في خيالات او في اصوات، ولكن في الواقع مفيش اي حاجة من دي بتحصل. بس خلينا متفقين ان انت لما تجرب الحاجة دي انت غلط من الاساس.
حتى لو فيها نسبة شك. الحاجة اللي يقولوا عليها ان هي بتستدعي ارواح مش لازم خالص ان انت تروح لمجرد ان انت فضولك واكلك. وما تنساش ان مهما كان التفسير بتاع الموضوع ده، فان في فعلا ناس اتأذت نفسيا، وانت فعلا لو دورت في الموضوع ده هتلاقي شكاوي كتير من ناس كتير بسبب الالعاب اللي بتخص الحاجات دي. وكونك مصدق الحاجة دي او مش مصدقها فدي قناعاتك. انا مجرد بسرد لك الاحداث او بسرد لك اللي بيتقال، ولا اكتر ولا اقل، لا مؤيد ولا معارض، بس كده. وفي النهاية أحب أشوف رأيك في كومنت، سواء مؤيد أو معارض للأحداث. مجرد تعليقك وتفاعلك شرف ودعم ليا. سلام. مبسوط معاكم وأتمنى طبعا دعمكم، وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام، والسبسكرايب الجميل واللايك والشير والتعليقات اللي هرد عليها طبعا بنفسي، واللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس عشان لو في جديد يوصله كل جديد. شكرا.